فضيحة مدرسة الكرمة للغات بدمنهور. تعرض الطالب ياسين لانتهاك من قبل أحد العاملين بالمدرسة. اضربه بالعصاية وخلاص وكل واحد يروح لحاله. ده كان رد مديرة مدرسة الكرمة على الطفل اللي راح يشتكي لها من اللي بيعمله فيه أستاذه. رد غريب وصادم. في مدرسة اسمها الكرمة الخاصة للغات بدمنهور حصلت فيها جريمة ما تتصدقش، ولا عمري كنت أتمنى أبدا إن أطلع أتكلم عنها، لكن للأسف هي حصلت. طفل صغير عنده 6 سنين اسمه ياسين كان قاعد في فصله عادي. فجأة الدادة جت خدته من ايده وودته على أوضة تيتشر، والطفل قال لها ليه أروح للمستر؟ هو أنا عملت حاجة؟ تقول له امشي وانت ساكت. وهناك لقى راجل عجوز عنده 80 سنة اسمه مستر ناصر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده في الصورة. المفروض انه مشرف مالي في المدرسة. الراجل ده الله يسامحه وينتقم منه يا رب، اعتدى على الطفل تحت التهديد. كان بيقوله لو اتكلمت هذبحك واذبح امك وابوك واخواتك. الولد المسكين كان بيرتعش وخايف ومقدرش يفتح بقه. سنة كاملة والحكاية دي بتحصل بدون ما حد يعرف، والطفل مش فاهم حاجة وعايش في رعب وخوف وألم. الطفل بيقول كان بيكتم نفسه وبيقطع شعره في ايديه، وبعد ما يخلص جريمته كان بيسيبه مرمي في الحمام على الأرض وينادي الدادة تغسله وشه وتلبسه هدومه وترجعه فصله وكأن مفيش حاجة حصلت. الراجل ده مكتفاش انه يعمل الفعل ده جوه المدرسة، ده احيانا كان بياخده بره على جراج المدرسة عنده فيه عربية قديمة وبيعتدي عليه هناك. كأني بشوف أحداث مسلسل لام شمسية قدامي بتحصل، لكن في الواقع المسلسل اللي الناس كتير هجمته وقالت انه مبالغ كتير في أحداثه وصعب يتقدم للناس في البيوت. الحقيقة بقى ان الواقع طلع أصعب بكتير قوي. تخيلوا الطفل ساكت سنة كاملة مش قادر ينطق وخايف على أهله، لحد ما حس ان والده خلاص هيسافر ويبعد بيه. وقتها بس حس بالأمان، فتح قلبه وحكى المس في الفصل واللي أخدته للمديرة. وهناك كانت الصدمة التانية. المديرة بدل ما تعمل تصرف مسؤول وتنقذ الولد ده وتاخد له حقه، قالت له ما تزعلش يا حبيبي، اضربه بالعصاية وخلاص وكل واحد يروح لحاله. كأن اللي حصل خلاف بسيط، كأن اللي حصل مش جريمة تقطع القلب. المديرة اللي اسمها وفاء إدوارد ساعدت في التغطية على الفضيحة، ولما الموضوع وصل للشرطة المدرسة والناس اللي فيها حاولوا يشوهوا سمعة الطفل وقالوا ده عنده مشاكل نفسية وبيتخيل حاجات. الأم لما شافت ابنها تعبان وبيتألم بصفة متكررة خدته لدكتور، والصدمة إن التقرير الطبي أكد إن الطفل اتعرض لاعتداء كامل. ولما الولد اتحط قدام كذا شخص ما تلخبطش وشاور بكل وضوح على الشخص اللي اعتدى عليه. انتوا متخيلين المصيبة؟ المصيبة الأكبر إن المدرسة لسه بتحاول تداري وتكذب وبتهدد أهل الطفل، لكن القضية خلاص اتحجزت وجلستها في المحاكمة كمان كام يوم. وبندعي كلنا إن حق ياسين يرجع. ونصيحة أخيرة، مفيش حاجة اسمها ده ولد مش بنت. الولاد بيتعرضوا لاعتداءات زي البنات بالظبط. خلي عينك على ابنك زي بنتك، وخلي عينك على ابنك زي بنتك. مفيش حاجة اسمها ده راجل كبير، ولا ده قريبنا، ولا ده جارنا، ولا ده محترم، ولا ده مش عارفة ايه، ولا حتى ده من العيلة. اللي خان الأمانة مش غريب عنك، واللي بيغدر بالطفل ممكن يكون أقرب الناس ليه. خدوا بالكم من ولادكم، محدش يحميهم غير عينيكم عليهم. ربنا يحفظ ياسين وكل أولادنا ويرجع له حقه وينتقم من اللي ظلمه وكل اللي تستر على الجريمة دي. أنا وصلت لنهاية حكاية النهاردة من حكاية المشاهير. ما كانتش حكاية مشاهير، لكن كانت حكاية مؤسفة، وزي ما اتعودت منكم هستنى آرائكم في التعليقات، ونتمنى كلنا ان ياسين يرجع حقه. واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.